بعد ما خطبتها حصلتها مع صاحبي. السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتسمعوا لهاد القصه. مرحبا بكم في قناه قصص واقعيه مع ام ياسين. اليوم الناس جيت نعاود لكم القصه ديال جمال، اللي واحد القصه في الحقيقه اثرت فيا بزاف، وكل مره كنزيد نتاكد انا ما بقاتش الثقه اللي كانت شحال هادي، وما بقاتش النيه اللي كانت شحال هادي. القصه ديال جمال الناس، واحد السيد من اطيب خلق الله كيعاود مسكين وكيبكي. واحد السيد حاليا عايش خارج المغرب ودوا معايا، هو من الجاليه المغربيه، وقال لي عافاك اختي شاركي القصه ديالي مع الناس باش تكون لهم عبره ويستافدوا منها، ما يبقاوش يضيعوا وقتهم مع الانسانه اللي ما كتستحقش. وكذلك البنت ما تضيعش الوقت مع انسان ما كيستحقش، حيتاش كما تنقولوا الحياه ما كتسوى والو، دغيا كتسالي. يعني نبغينا نضيعوها مع شي حد كيستاهل. القصه ديال جمال الناس، كان مع واحد السيده من ايامات الدراسه. قالك انا كان عندي الباك وهي كان عندها الكاتريام، يعني بيناتهم واحد 3 سنين ولا 4 سنين ديال الفرق ديال القرايه. قالك انا شديت الباك ديالي ما باقيش كملت قرايتي، مشيت كندير هادشي ديال الحلاقه مع الوالد ديالو، كندير محل. كيكون دخلت من عند الوالد ديالي ودرت التكوين شديته، ومن بعد خدمت مع الوالد ديالي، وكما تنقولوا طورت من ديك الحرفه وخدمت فيها مزيان وعجباتني كما تنقولوا وعطيت فيها. من بعد شارك في واحد المسابقه خارج المغرب ونجح فيها. صافي بقيت عايش هكاك بين ما مع مده عامين عاد هو مشى. ديك الانسانه تقريبا مده 5 سنين وانا معاه ولا 6 سنين. قالك العام اللي قررت غادي نمشي نخرج خارج المغرب، قال لك قررت باش نخطبها. مني مشى يخطبها في دارهم، قال لك العائله ديالها وكل شيء عجبتهم، ما عندهم حتى اعتراض، ولكن داك الوقت باقي ما متاكدش هو غيمشي خارج المغرب. قالك المهم قلت لهم انا ها هي خدمتي وها هي هذه. المهم قلت غنخطبها وندير انا وياها العقد واحد مده عام وكنديروا العرس. قال لك ملي مشيت لدارهم تنتفاجئ كترفض العقد. قالت لي لا انا ما بغيتش ندير العقد دابا، انا باقي باغا نقرا وانا باغا ندير. قالك وانا ما عنديش حسن النيه ديالي انني نخرج على القرايه ديالها، كان هي داك العام عندها لافاك. فعلا العائله ديالها قالوا لي علاش رفضوهما، كيفاش ما بديش العقد لاش مخطوبه وهادي وهادي وهادي. المهم كبر المشكل. صافي قالك مشيت في حالاتي، بقيت كنهضر انا وياها ولا شي. كتقول لي هي العقد لا ما نديروش العقد دابا، خلينا نبقاو مخطوبين بعدا. من كل شيء عارفنا مخطوبين وانا كنقرا وانت خدام، بما تزيد تكون نيت راسك وراه حنا غاديين. فعلا داكشي اللي درت حكم انا كنبغيها، تصنت ليها ما بغيتش نخسرها. قال لك واحد النهار نتفاجئ عيطوا لي الناس ديال المسابقه، قالوا لي صافي راكي تقبلتي ومرحبا بك وداكشي. هادشي تقريبا داز عام على الخطوبه. قال لي كنا نمشي عاوتاني لدارهم. قلت لهم شوفوا انا رجعتني خدمه خارج المغرب وبغيت نمشي، واش هاد بنتكم واش عطيتوها ليا زعما صافي زعما نتاكل على الله، ولا باش ندير نعرف علاش راسي من رجليا كما تنقولوا. قالوا لي صافي الله يكمل بالخير، علاش اتفقتي انت وياه الله يسر وداكشي. صافي مشيت بديت كنجمع في وريقاتي كنجمع في كل شيء. داك الوقت الناس جات كورونا.
داك الوقت الناس ديال كورونا قالك صافي بقيت انا وياه الهضره في التليفون والدار، وعرفتوا الناس كاع داك 3 عامين تقريبا كلية عاشوها الناس ديك كلشي كاع العالم عاشها ماشي المغرب. قالك بقيت هكاك، قالك صافي من صافي تلقات الوقت حلو المطارات وكلشي تميت غادي. قالك كنا نقول ما تعرف، قالك هي اصلا مليان دارنا رافضينها ما باغيينهاش. قالك تيقولوا لي لا وهذه ما عجبهمش داكشي. نقول لهم انا هذيك السيده هي مناش نخلق، يعني قالك وقفت في وجه والديا باش نديها هي. فعلا قالك تمت الخطبه تم كلشي. قالك نهار بغيت نمشي باقي لي شي يومين ونمشي في حالتي لخارج المغرب. قالك شريت لها تليفون وانا نقول هاد السيده شحال من واحد الناس يهضروا فيها والناس كينعتوا فيها بزاف، وانا رغم داكشي وتنسمع هضره بزاف ما كنتسوقش. ولكن دابا انا حاليا غادي خارج المغرب ما كتعرف الوقت والزمان اشنو كيجيب. قالك شريت لها التليفون درت لها فيه مراقبه، يعني كنراقبها فيه. قالك وديتو ليها قلت لها هذا كادو من عندي وهادي وهادي. صافي ياك مشيت انا في حالتي خليتها صافي، راه كلشي عرفنا مخطوبين لعائلتي. ولا قالك وقت ما جا العيد وقت ما جات اي مناسبه كتدي لها الوالده ديالي الكادو ديالها، وقالك تنصيفط لها الفلوس اللي خصوها. المهم الحمد لله انا وياها حتى تما مزيان. قالك يلاه جلست تقريبا شي 9 شهور تما صافي استقريت الحمد لله. قالك يعني عندي واحد عامين عاد ندخل المغرب. انا باغي قالك تنفكر تنقول لها من دابا عامين عاد غندخل نديرو العرس ونديرو كلشي. كتقول لي واخا. صافي حتى تما ما كان معمرني شفت شي حاجه، ما عمرني ديتها بشي حاجه. هي المهم اي حاجه في تليفونها كطلع لي عندي التليفون ديالي بحال ما مراقبها وهي ما عارفاش، باش نشوف اشنو انا خصني نعرف انا معاه من واش هاد السيده كتستحق الثقه اللي داير فيها ولا لا. قال لك حتى لواحد النهار كنتفاجئ كتهضر مع صاحبي، يكون ماشي صاحبي قال لك يعني راه تياكل معايا في التبصيل كيما تنقولوا. قال لك بقيت هكاك تفاجأت تهضر معاه. يك واحد الليله كنت جالس قبل ساليت معاه الهضره وكلشي معايا. الا كانت ديك المراقبه يعني اي حاجه كطلع عندي بحال ما كيصيفط ليا بنادم ميساج حتى انا. يلاه بنعست تنسمع الميساج ترين ترين كيوصلني داك اللعيبات ديال الواتساب. ياك نشوفها مصيفطها له تصاورها كيف والدها امها. قالك صافي تصدمت صدمه ديال العمر. صافي الناس قالك دابا انا ما عرفتش اش ندير. قالك صالحتها وكتقول لي عافاك سمح ليا راه غلط وراه هادي وراه هادي، ولكن الناس انايا بعدا شخصيا سمحوا ليا قلت انا هذا ما كنسميش غلط. كون هي كانت ما قارياش ما واعياش ما عرفاش من الغلط للصحيح ممكن، ولكن شي حوايج بحال هكا ما تيتغفروش. كذلك كنت حصلتك مع شي مرة ما غاديش تغفرها ليك، ولكن هي فاض هي تهضر معاه هكا في التليفون عادي راه كتجي شويه قاصحه عاد ملي يولي مصيفط تصاورو. قالك تتصيفط له التصاور بحال كي والدها امها كما تنقولوا. صافي الناس قطعت معاه العلاقه. والنص دابا ديال العائله قالك المشكل فين كاين هو النص ديال العائله ديالها تيقولوا غير حيتاش انايا واخا وقع المشكل بيني وبيناتها نقول للناس هي ما تفهمناش باش ما نخسرش ليها الصوره ديالها. قالك ولكن الناس تيقولوا لا راه هو دار الفلوس ما باقيش راضي بها. المهم كل واحد شنو تيقول. ولكن ان الله هو اللي عارف الحقيقه اشنو فيها واشنو كاين. هذه الناس هي القصه ديال جمال. كنتمنى انكم تكتبوا له في لي كومونتير وتعطيو له الراي ديالكم. هذه الناس هي القصه ديالو. ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد.
باي باي عليكم، خليتكم على خير.